يا صباح الفل، يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. Oh my god. It's really good. But it will be good with milk. حلوة. It's so good. يلا بقى تعالوا نشوفوا بعد ما دقنا وطمنا. القنبلة فظيعة يا جماعة، فظيعة فظيعة. تعالوا نشوفوا بقى حضرناها ازاي. نوتيلا كوكي باي او فطيرة بسكوت النوتيلا. سهلة، ما فيهاش اي حاجة، بس قنبلة بجد، قنبلة. يعني ما تاكليش طول اليوم عشان تجهزي بقى ايه نفسك كده ان انتي تاكلي القنبله دي. خلاص، حطيت هنا 200 جرام من الزبده الطريه. هكتب لكم كمان بالكوبايات يعني وبالجرامات. كوبايه زبده طريه اللي هي 200 جرام. ماشي، الزبده لازم تكون طريه. اوكي، وحطيت عليها 250 جرام سكر بني بتاع كوبايه وربع. كوبايه وربع من السكر البني، يبقى كوباية زبدة، كوباية وربع سكر. هنخلطهم كده مع بعض. تمام، انا هنا كنت وزنت الدقيق. تمام، عشان هي اصلا الوصفة كلها بالجرامات، فانا هنا كنت وزنت الدقيق زي ما انتوا شايفين في الطبق. خلاص، وبحاول ان انا اشوفها لكم قد ايه بالكوبايه. يعني انا واحده من الناس بصراحه ما بحبش الجرامات، وفي ناس كتيره ما عندهاش ميزان يعني، فالكوباية او المعلقة بيكون افضل حاجة. بصوا بقى، في حاجة هنا انا نسيتها. بعد ما تخلطي السكر البني مع الزبدة الطرية كويس جدا، بتنزلي بالبضاية. في بيضة هنحطها مفروض. فانا طبعا من كتر ما اشري يعني لخماني لخمة، يعني ما اقولكوش انا غلطانة ان انا قلت لها تعالي اعملي معايا. بس انا ساعات كده ايه يعني حاجات مثلا هي بتحبها وكده، طب تعالي ادخلي ساعديني فيها او اعمليها معايا. بس ما ندمانه ندمانه، ما اقولكوش على اللخبطه اللي هي لخبطتها لي. خلاص تمام، يعني بعد الزبده والسكر بنضيف ايه؟ البيضه. خلاص، بيضه وفانيليا. اوكي تمام. بس انا بقى ايه من اللخبطه، نزلت بالدقيق الاول. بس والله طلعت حلوه يعني، يعني مش هتقول لا، بس انا بقولك الحاجه اللي انا غلطت فيها يعني. المفروض طبعا بديهي الزبدة سكر اتخلطوا بننزل بالبيض. انا بقى ايه نزلت بالدقيق بقى، حاجة جديدة. اوكي، عندي قد ايه دقيق؟ عندي كوبايتين من الدقيق. خلاص، هي بقى مشكلتها في ان ايه حد يدش البيضة يعني، مشي وهي هتكسرها. هي عايزة تكسر البيضة. بس انا قلت لها لا، عشان ما نعكش الدنيا بقى اكتر. المفروض ان انا احط ايه نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربوناتو. نص معلقة صغيرة. تمام، بس نص معلقة يعني صغيرة، بس مليانة شوية. اوكي،
او معلقة صغيرة مسح. شايفين؟ يا مسهل يا مسهل. ايوه، بتعملها بكل حرص. مشكلة. معلقة صغيرة برضو فانيليا. ايوه، بس كده تمام. يبقى بنحط الزبدة الاول طرية وعليها السكر، وبعدين بنخلطهم وبنضيف البيضة مع معلقة صغيرة من الفانيلا، وبعد كده بنخلط البيضة لغاية ما تختفي. بتنزلي بكوبايتين الدقيق خلاص، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا. تمام. ونخلط كل المقادير مع بعض، وبعدين بنضيف يعني حوالي كوباية الا يعني شوية صغيرين خالص من الشوكليت شيبس، او ممكن توصلها الكوباية مفيش مشكلة. تمام. اوكي، اخلطي بقى كل المكونات دي مع بعض، مش هتاخد منك اي وقت يعني. بس جهزت بقى الصينية بتاعتنا اللي هي بتتفتح دي بتاعت الكيك. هقسم العجينة لتلتين وتلت. التلتين هاخدهم هحطهم في قاع الصينية. تمام. والتلت ده هسيبه ان انا ايه احطه فوق من فوق يعني. خلاص، يبقى هتاخدي التلتين الجزء الاكبر هتفرديه في الصينية. اوكي، انا دهنت الصينية دهنة بسيطة خالص من الزبدة، حاجة بسيطة خالص. مش عايزة تدهنيها خلاص مفيش مشكلة. تمام كده. هنبتدي نفرد عجينة الباي اللي معانا والكوكيز اللي معانا. حاولي تعملي لها بقى زي سور كده، يعني جناب. طلعي الجناب كده ايه، فاهمة قصدي ازاي؟ طلعي كده الجناب شوية لفوق. هنجيب بقى يعني انا كوباية من النوتيلا، عايزة تقللي عايزة تنقصي براحتك. هي 350 جرام من النوتيلا. تمام. وبرضو انا شايفة ان يعني على حسب ما انت تحبي يعني، وممكن ما يكونش نوتيلا، ممكن تحطي تدوبي شوكولاتة عادية وتحطيها في النص لو النوتيلا مش متوفرة يعني، مش هتقول لأ برضو. تمام. هنبتدي نوزع النوتيلا كده، بس ما تطلعيش يعني ما تحطهاش كده على الأطراف، ابعدي عن الأطراف شوية وانتي بتوزعي النوتيلا. تمام. بس انتي لو عملتيها بشوكولاتة عادية يعني خلي الشوكولاتة تقيلة شوية. اوكي، يعني تخليها بقوام النوتيلا كده. بس طبعا هي النوتيلا طبعا احلى احلى احلى. ايوه كده، مسحي المعلقة يا ماما، رايحة فين؟ دي النوتيلا يا حبيبتي. ايوه كده، ايوه النوتيلا رايحة فين؟ بس هناخد التلت بقى اللي باقي هنفرده بقى عليها. اوكي، حاولي بقى ايه ترقعي بقى، يعني ايه في جزء مثلا تخين تاخديه تغطي بيه ايه النوتيلا اللي باينه، وحتى لو يعني في حته باينه مفيش اي مشكله. اهم حاجه عندي الاطراف تضغطي عليها، بس مش عايزين نضغط ايه في النص. اهم حاجه عندي الحواف بتاعت الكوكيز ان احنا نضغط عليها. تمام. بس بلاش اللي في النص دي. تمام كده. ايوه بالطريقه دي. هي بتقعد بقى في الفرن من 25 دقيقة ل30 دقيقة. تمام. على درجة حرارة اقولك انا
160 خلاص، اللي هو عندنا يعني مثلا 300 درجة. يا عيني يا عيني على الجمال، يا عيني على الحلاوة. يبقى هنخبزها على 160. لما تبتدي ان هي الحروف كده تحمر معاكي تبقى لونها ذهبي، ممكن تولعي الشواية شوية تاخد اللون الذهبي وخلاص. تمام. بتاخد من 25 دقيقة ل30 دقيقة. بصوا انا عايزة اوريكم لما بتطلع بتبقى طرية ازاي، شايفين؟ بس بنسيبها بقى بالطريقة دي كده، نسيبها شوية وبعدين بتلاقيها جمدت الى حد ما. خلاص تبتدي تقطعيها، وبالهنا والشفا. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك. اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.